عارفة الفرق ما بين أي طفل يضحك عليه بشوكولاتة والطفل اللي لو حد بس يفكر يقرب منه يعرف يوقفه عند حده؟ الفرق مش في عضلاته ولا في سنه قد ايه، الفرق في كلمة سر انتي زرعتيها جواه من هو بيلبس البامبرز. لو حاسة انك عكيتي في التربية السنين اللي فاتت او ابنك بدأ يخاف منك ومن عصبيتك، الفيديو ده هو طوق النجاة. النهاردة انا مش جاية اديكي نصايح، انا جاية اديكي خريطة من 10 اجزاء هنمشي فيهم مع بعض خطوة بخطوة. ازاي ترجعي الثقة بينك وبينه بعد الشتيمة والضرب، ازاي تعلميه يقول لأ لأي حد مهما كان هو مين، وايه هي مناطق الخط الأحمر اللي لازم يتعرف عليها دلوقتي، وكمان ازاي تسيطري على بركان الغضب بتاعك انتي علشان ما تهديش كل اللي بتبنيه. خطوات عملية ومجربة لو طبقتيها ابنك هيكون هو اللي بيحمي نفسه حتى وانتي مش جنبه. كملي معايا الفيديو لغاية الآخر ويلا نبدأ فورا بالجزء الأول. أول حاجة مهمة قبل ما أقوله على أي حاجة هو لازم إن أنا أرجع الثقة ما بيني وما بين أولادي تاني بعد عصبية كتير، شتيمة، إهانة. لو ابنك عدى 3 سنين شتمتيه وهنتيه وبقى بيخاف من نظرة عينيكي، وأصلا لو صالحته ازاي يعرف إن أنا اتغيرت فعلا؟ الحقيقة الحلوة والوحشة في نفس الوقت إن لغاية سن 3 سنين هو مش فاكر الشتيمة ككلمة، لكن فاكر الوجع، فاكر الخوف، فاكر الخطر اللي حس بيه معاكي. والخبر الحلو ان السن ده مرن شوية، قلبه لسه ابيض ومستني منك بس اشارة علشان يقدر تاني ان هو يرجع يحضنك بامان. اول خطوة محتاجة تعمليها هو ان انت تعتذري. الطفل اللي فوق ال3 سنين محتاج ان هو يسمع اعتذار صريح علشان يوقف لوم نفسه، لان الطفل دايما بيفتكر ان هو وحش علشان كده ماما بتشتمه. هقولك حوار صغير انا عملته مع ابني وانتي شوفي اللي مناسب مع ابنك انتي، لكن لازم تكوني عارفة ان الطفل بيفهم كويس جدا الكلام اللي بيتقاله. وانا قاعده معاه وبنلعب وبقالي يوم كامل ما زعقتش، تاني يوم على طول قعدت معاه على الارض وقلت له معلش ماما غلطت في حقك، انا الفتره اللي فاتت كنت تعبانه وقلت كلام وحش كتير قوي وزعقت، الكلام ده ملوش علاقه بيك، انت جميل وتستاهل معامله احسن من كده، انا اسفه. ليه ده مهم؟ ده بيكسر جدار الخوف وبيعرفه ان ماما اللي غلطت مش هو اللي غبي او وحش. تاني حاجه انك تحضني ابنك كتير قوي. العلم بيقول ان الطفل محتاج 8 احضان علشان يعيش نفسيا و12 حضن علشان يكبر ويثق في نفسه. انت هتديله جرعة مكثفة 20 حضن في اليوم. في كل حضن قوليله جملة بسيطة جدا ان انا سندك، انا بحبك، مهما حصل انا هفضل احبك، انا فخورة بيك. الحضن ده هو اللي هيمسح هرمونات التوتر كلها اللي جاية من الزعيق والحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده. تالت حاجة ضروري جدا ان انت تمدحيه باستمرار. عقل الطفل عبارة عن ملفات، ملف ان هو انا غبي، ده الملف اللي انتي خلقتيه بالشتيمة، محتاج بقى ملفات تانية خالص عشان تمسح القديم. لو قلت يا غبي مرة محتاجة تقولي يا ذكي أو يا بطل 10 مرات في مواقف حقيقية. مثلا لو ركب مكعبات فوق بعض يقوله ما شاء الله انت شاطر قوي، ازاي عملت البرج العالي ده، انت ذكي جدا. يجي مثلا بابا من الشغل او تروحي عند مامتك او حد من اخواتك، بصوا عمل ايه ده قبل كده، عمل برج كبير، ده هو شاطر جدا، دايما تقعدي تمدحي فيه. ده بيمسح الملف القديم ويحط مكانه ثقة حديدية. رابع خطوة وأهم خطوة وهي التعافي. ابنك بعد ال3 سنين هيختبرك بالقصد، يعني هيعمل غلطة مستفزة علشان يشوف هل ماما فعلا اتغيرت وكانت بتمثل في قعدة الاعتذار دي اللي عملتها معايا. يعني مثلا دلق الأكل في الأرض أو كسر حاجة، خدي نفس عميق وقولي له انا متضايقه ان الاكل وقع مثلا في الارض، بس انا مش هشتمك ومش هزعق، احنا اتفقنا مثلا احنا مش هنشتم ولا هنعمل اي حاجه لان ده تصرف غلط، تعالى بقى ننضفه سوا ونشوف هنعمل ايه المره الجايه. مش لازم التنظيف يكون زي ما انتي بتنضفي بالظبط، كفايه بس ان يكون عارف ان هو عمل حاجه غلط. فالنتيجه لما يلاقي ان ردة فعلك بقت امان مش رعب، هيبتدي بعد كده يحكي لك كل حاجه وهو مطمن، ودي اول خطوه في حمايته من الاستغلال الجنسي مستقبلا، ان هو ما يخافش يحكي لك اي حاجه مهما كانت. خامس حاجة وقت اللعب الحر، يعني تخصصي 10 دقايق في اليوم يكون هو القائد فيها، العبي استغماية، العبي عروستي، انزلي تحت الترابيزة معاه. الهدف ان هو يشوفك صاحبته مش الوحش اللي بيزعق باستمرار. الصداقة هي اللي بتبني الثقة اللي بتخليه شخصيته قوية قدام الناس. الجزء التاني ودستور اللأ، ازاي نربي طفل مش كياد ولا بصام. يعني ايه بقى الكلام ده؟ المشكلة عندنا ان اوقات بنربي ولادنا عن انك تسمع كلام الكبير وانك تبوس تيتا وعمه، وده اكبر غلط. كلنا طبعا عارفين العواقب. طب الحل ايه؟ حق الرفض الجسدي، اللي مش عايز يبوس حد ما تغصبوش عليه ابدا، قولي قدام الناس هو حر، هو مش عايز، يلا كفايه كده باي باي. ده بيزرع جواه ان جسمه ده ملكه محدش يلمسه غصب عنه. وخليه يلعب لعبه مثلا اللأ القويه دي، انا اتعلمتها من كتب كتير، انك تلعبي معاه لعبه. لو حد قالك تعالى نلعب بعيد عن ماما تقول له ايه، خليه يصرخ مثلا بصوت عالي يقول لأ باعلى صوت وانتي تضحكي كده وتشجعيه.
تخليه كمان متمكن، يعني خليه يرفض حاجات بسيطة في البيت، مثلا مش عايز ياكل ده دلوقتي، خلاص قولي له تمام، مفيش حاجة اسمها تغصبيه، مفيش حاجة اسمها تضربيه علشان ياخد الدواء، مفيش حاجة اسمها نضربه علشان ياكل، علشان يلبس، علشان يختار الطقم اللي على مزاجنا، مفيش كل ده. خليها موجودة، يعني حطي قدامه بدايل كلها تكون صحية وانتي موافقة عليها، بس يكون كأنه هو اللي بيختار. المهم ان يحس ان كلمته ليها وزن. لما بنضغط على العيل وبنمحي من شخصيته، هو بيتعود ان ده الطبيعي وان هو لازم ياخد على دماغه ويوافق برضه في الاخر. الجزء الثالث هنتكلم عن منطقة الخط الأحمر. المشكلة اللي بنقع فيها إن لسه صغير قوي الطفل على الكلام ده، لأ، ده أنسب وقت إنك تكلمي فيه ابنك عن المشاكل دي كلها وهو 3 سنين. يعني لازم يكون عارف أسماء الحاجات بتاعته كلها. علميه أسماء أعضاء جسمه، يعني زي ما بنعلمهم دي عين، دي مناخير، دي ودان، ضروري يعرف الاسم الصح. لو حد لمسه هيعرف يقول مثلا فلان لمس كذا، مش هيسكت علشان مش عارف يوصف. وقاعدة المايو، يا حبيبي المايو بيغطي أماكن خاصة، الأماكن دي ممنوع حد يشوفها أو يلمسها، ممنوع إنك تشوف أماكن حد تانية. وهو كمان بيغير، مثلا تحطي من النهاردة مفيش حاجة اسمها إنك تغير قدام حد ولا في الصالة، لأ، إحنا ندخل الحمام أو الأوضة ونقفل الباب على نفسنا. ده بيعلمه الخصوصية بالفطرة. الجزء الرابع وهي الأسرار، إن أي حد بيجي يستغل ابننا يقول له بقول لك إيه اللي أنا هنعمله دلوقتي ده سر. المستغل بيلعب على حتة ان ده سر بينا علشان ماما مثلا ما تزعقلكش او ما تحبسكش او اي حاجة شبه كده. فالحل ايه؟ فرق المفاجأة والسر. يعني علميني في حاجة اسمها مفاجأة ودي نتيجتها بتبقى حاجة حلوة هنقولها لكل الناس، زي مثلا هنعمل هدية لبابا. لكن السر حاجة بتخلينا مخنوقين ومخبيينها، ومفيش ابدا مهما كان سر على ماما. اي حد ممكن يبقى سر ما عدا ماما وبابا، لازم تقول لهم على كل حاجة. ولازم يكون في حاجة اسمها الأمان المطلق، إنك تقولي له جملة تتحفر في عقله. لو عملت أي حاجة غلط، كسرنا حاجة، وقعنا حاجة، أو عملنا أي حاجة وحشة، تعالى قولي وأنا وعدك مش هضربك، ولكن إن احنا هنحلها سوا. ولازم تعملوا قصص قبل النوم، حتى لو ابنك خيالي شوية، احكي له عن حواديت عن الأطفال الأبطال اللي حكوا لمامتهم كل حاجة وماما أنقذتهم من كل الأشرار. الجزء الخامس انك تكوني بتعرفي تفكي شفرة اللي بيستغل ابنك. يعني المشكلة ان المستغل ده بيكون محترف جدا، بيعرف يعمل غسيل مخ للطفل حرفيا. بيستخدم جمل زي دي لعبة بينا، لو قلت لماما هتزعل منك، انا هحبسك لو عرفوا. الواقع النفسي ان الطفل في سن من 2 مثلا لأعلى من كده بيخاف ان هو يزعل مامته جدا اكتر من اي حاجة في الدنيا، والمستغل بيلعب على التوتر ده. فالحل انك تعلميه الفرق بس بالتمثيل. قولي له عارف لو جبنا لبابا هدية محدش عارف، لكن دي اسمها مفاجأة حلوة وهنقول له بس كمان شوية وهنفرح كلنا. لكن لو حد قالك خبي حاجة عن ماما او بابا وخلاك تحس انك خايف او بطنك بتوجعك، ده اسمه سر وحش. واي حد يقولك سر وحش هو شخص مش شاطر ولازم تيجي تقولي فورا. الامان المطلق اللي هي قاعده ان انت مش هتعاقبيه، لازم تزرعيها جواه، يبقى حاجه كده عامله زي اليقين جواه، ان لو كبيت العصير، كسرت التلفزيون، حتى لو عملت اي مصيبه، تعالى قولي وانا هحضنك وهنصلحها سوا. مفيش حاجه في الدنيا تخليك تخبي عن ماما. لما يطمن ان هو مش هيتعاقب على اخطائه، مش هيخاف ان هو يحكي لما حد يضايقه. وهنا انا في فرق ما بين ان انا هعاقبه على حاجه غلط هو عملها، زي انه مثلا عارف ان ممنوع ان يخبط مثلا التلفزيون بحاجه وهو خبطها عن قصد لان هو عارف ان ده غلط. في فرق ما بين الاتنين دول، وهتلاقوني سايبه لكم فيديو في الديسكريبشن بيشرح الفرق ما بين ان انا ازاي اعاقب ابني ويفضل يحبني زي ما انا. يلا نكمل. ان احنا كمان هنعمل كلمة سر ما بيننا. انا مثلا عامله كلمه سر معينه، انتي ممكن تخليها مثلا بطيخه. لو حس بخطر او اي حاجه مضايقاه، حتى لو انتوا كنتوا مع ناس، كنتوا بره البيت، حس ان هو مش مستريح، يقول الكلمه دي، تفهمي فورا ان في حاجه غلط من غير ما حد يحس. واوعي تكلميه قدام حد، لازم تروحوا مكان مقفول عليكم حتى لو دخلتوا الحمام، وتخليه يتكلم بالطريقه اللي هو حاببها. وكمان ممكن تحكي حدوته كده اسمها السمكه الشجاعه. انا كنت بعملها، احكي له ان كان في سمكه صغيره وكان في سمكه كبيره، بتقول السمكه الكبيره بتقول للصغيره خبي السر ده، بس السمكه الصغيره كانت شجاعه وراحت قالت لمامتها، ومامتها حمتها وبقت بطله. الجزء السادس وهي دايره الامان. المشكلة احنا في مجتمع بوس عمه سلم على طنط، ده بيلغي احساس الطفل بخصوصية جسمه. فالواقع النفسي ان الطفل بيتعود على جسمه ان هو حاجة مشاع لاي حد يلمسه بحجة الحب، مش هيعرف يفرق ما بين الحب وما بين الاستغلال. ابسط حاجة ممكن تعمليها، ولو هي يعني بصي كل حاجة صعبة حواليكي، هاتي ورقة وقلم وارسمي ابنك وقولي له ده انت، وحطي مثلا لوني باللون الاحمر على المناطق الخاصه بتاعته، وقولي له دي منطقتك الخاصه، زي الخزنه كده اللي فيها حاجات كتير قوي مهمه محدش يفتحها غيرك ماما وبس علشان تنضفك، غير كده مفيش ابدا اي حد يلمس المنطقه دي.
الدايرة الخضراء منطقة امان، تروحي حاطة عليها الوان اخضر وتقولي له ماما او بابا بس اللي مسموح لهم ان هم يحضنوك او ان هم يساعدوك وانت في الحمام. دايرة صفرة ان انا احبك بس بحدود، زي تيتا وجد وخالته ان هم يسلموا عليك، يبوسوا ايدك او يبوسوا خدك بمزاجك انت. اذا انت مش قابل ما تخليش حد يعمل كده. ممنوع ان حد يخش الحمام معاك مهما كان هو مين غير بابا وماما. وبعد كده دايرة حمراء اللي هو زي ما قلنا ممنوع ان حد يقرب مني، زي الناس الغريبة، الجيران، حتى الصحاب اللي بعيدة عني. السلام من بعيد، باي باي وبس. ولو لقيتي مثلا ان حد حاول ان هو يحضنه او يبوسه وهو اتضايق وقال له لا سيبني انا مش مستريح او اي حاجه شبه كده، انت لازم تدعميه وتقولي له برافو لانك قلت لا على حاجه انت مش مرتاح فيها. ما تكسريش، ما تقوليش ده انا قلت له 50 مره قبل كده. دايما قوليها لغايه ما يكون مقتنع ويكون كبير كفايه ان هو ياخد باله من نفسه. من بعد ال3 سنين ضروري جدا ان هو يكون ما بيقعدش على رجل حد. قاعدة مهمة جدا، مفيش طفل يقعد على رجل حد مهما كان قريب منه بعد سن ال3 سنين. ممنوع ان هو يقعد على رجله، ممكن يقعد جنبه، ممكن يقعد يلعب معاه، لكن مش فوقيه. مهم قوي. الجزء السابع وهو الذكاء العاطفي. المشكلة ان احنا بنربي ولادنا ان هم يكتموا مشاعرهم، يعني ما تعيطش، عيب لما تتضايق من فلان، ده فلان ده بيحبك. والحقيقة اصلا ان هو لما يتضايق هي دي وسيلة حماية كده ربنا هو اللي عملها فينا. فالحل انك تعملي ايه؟ انك تعملي مثلا لعبة اشارات المرور. اسأليه عن موقف، لو حد ادالك شوكولاتة هتحس بايه؟ اخضر يعني فرحان. لو حد زعلك هتحس بايه؟ اصفر يعني قلقان. طب لو حد لمس مكان المايو الخاص بيك، احمر خطر، ما ينفعش يعمل كده. خليه يربط مشاعره بالالوان وبالتصرفات. احترمي النفور اللي بيجيله. لو طفلك فجأة كره شخص معين هو كان بيحبه او رفض ان هو يروح بيت حد مهما كان الحد ده قريب منك، حتى مثلا لو كان والدك او والدتك، لازم تسمعي له. الطفل بيحس بالطاقة وبالنظرات اللي احنا اصلا ممكن نتجاهلها. قولي له انا مصدقاك، طالما مش عايز تروح مش هتروح. اوصفي المشاعر الجسديه بتاعته. علميه ان الخوف بيبان ان انت مثلا ايدك ممكن تترعش، بطنك ممكن توجعك، تحس ان قلبك بيعمل بوم 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 جامد قوي. لو حسيت بكده مع اي حد اجري على ماما فورا. وخليكي انت المرايه بتاعته. يعني لما تلاقيه زعلان قولي له انا شايفه انك زعلان وحقك انك تزعل. ده هيبني ثقه كده في مشاعره، فيعرف ان مشاعره دي كانت صح وان الناس حاسه بيا. محدش هيضحك عليه ويقول له ايه ده انت بيتهيألك اصلا انك متضايق. الجزء الثامن وهو فخ الشاشات. ازاي ان احنا نحمي اطفالنا من عالم افتراضي؟ المشكله ان احنا بنبقى عايزين نخلص شغل البيت فبنديهم الموبايل شويه، وليكن مثلا حتى لو 10 دقايق. اليوتيوب ده ممكن يقلب في ثانيه لمحتوى مدمر، ودي حصلت معايا فعلا. فالواقع النفسي ان التحرش الالكتروني بيبدا بصور كرتون شكلها بريء بس هي حركات مش تمام، فبتزرع فكره غلط كده في عقل عيالنا. طيب الحل ايه؟ وقفي موضوع اليوتيوب كيدز ده تماما. ولو ابنك خلاص بقى مدمن شاشات والموضوع صعب جدا بالنسبه لك مهما كان سنه، انت تقدري ان انت تحملي فيديوهات وتخليها على التابلت بتاعك يتشاف وانت معاه مثلا، او تكون حاجه انت شفتيها كلها من اولها لاخرها ما فيهاش اي حاجه 1%، او تقصي المشهد من الفيديو اللي مش عاجبك وتكملي الفيديو وتخليه يروح يتفرج عليه. ممنوع تماما يدخل بيه اوضه النوم لوحده او يستعمل التليفون او التابلت وانت مش شايفاه. ممنوع الكاميرا، علميه ان الكاميرا دي موجود فيها حد غريب، ممنوع ان احنا نفتحها او نصور جسمنا. حتى لو تيتا عايزه تشوفك وانت بتلبس قول لها لا يا تيتا هلبس الاول وبعد كده نبقى نكلمك. وعي مثلا بالصور، قولي له جسمنا ده غالي، ما ينفعش ان حد يصورنا من غير هدوم خالص ولا نبعت صورنا لحد، ده ممنوع، محدش بيعمل كده. الجزء التاسع وان انت تسيطري على بركان الغضب. ازاي طيب ان انا اوقف نفسي ان انا غصب عني ببقى عايزه ازعق؟ احيانا في ناس بتبقى بتشتم، ازاي اعمل كده؟ بيبقى انت مثلا عليكي ضغط كبير جدا. الضغط النفسي بيخليكي تنفجري في اضعف كائن جنبك وبعدها بتحسي بذنب يقتلك. الواقع النفسي ان الزعيق والشتيمه بيعمل شرخ كده في شخصيه الطفل، بيخليه طفل مهزوز، وده بالظبط ان المستغل بيدور عليه، عايز طفل مكسور وسهل ان احنا نقدر نسيطر عليه. لكن اول حل انت محتاجه تعمليه وهو ليكي انت، يعني اول ما تحسي ان الشتيمه بقت على طرف لسانك امشي على طول، ان شاء الله حتى تسيبي الاوضه وتمشي، ادخلي الحمام، اغسلي وشك بميه ساقعه، قولي لنفسك يا ربي ده لسه طفل لسه بيتعلم مني، انا اقوى من العصبيه بتاعتي. استبدلي القاموس بتاعك، يعني اكتبي لسته كده فيها الشتايم اللي انت دايما بتقوليها، مثلا انت غبي، انت مش عارف ايه، واكتبي بدلها بدائل. يعني بدل يا غبي مثلا ممكن تقولي له يا بطل ركز شويه، بدل يا حيوان ممكن تقولي لي يا حبيبي سلوكك ده مثلا مش حلو. عقلك محتاج ان هو يتدرب على كلمات جديده، وعلى فكره الموضوع سهل جدا مش هياخد منك وقت. وانا حاسه بيكي انت بتبقى عايزه تفرغي طاقتك فتقدري تعملي كده وانت بعيد عنه. انت مثلا محتاجه تنفجري في مخده او تلعبي رياضه او تحكي لصاحبتك، فما تخليش ابنك بقى هو كيس الرمل اللي بتطلعي فيه كل همك.
تخيلي ان كل مره بتزعقي فيها انت بتسحبي من رصيد حبه ليكي، وكل مره بتمسكي نفسك بتزودي الرصيد ده حمايه. انت عايزه الرصيد ده يبقى مليان عشان لما يكبر يقدر يواجه المشاكل بتاعته ويجي يحكي لك، مش يروح يحكي للغريب، ولا عايزه العكس، عايزه حد مستغل يروح يقول له انا بحبك ويقعد يكلمه كلمتين حلوين كان هو اصلا مفتقدهم في البيت؟ الجزء العاشر، الاستمراريه. المشكلة بتاعتنا ان احنا نخاف نرجع تاني لعاداتنا القديمة، او يحصل مثلا في يوم ان احنا رجعنا لعاداتنا القديمة ونقول خلاص احنا كده فشلنا وهنكمل زي ما احنا. لازم كل يوم نعمل مراجعة يومية، كل يوم قبل ما ينام اسأليه ايه احلى حاجة حصلت النهاردة، طب ايه اوحش حاجة حصلت النهاردة. الحوار ده هو اللي هيفتح باب الفضفضة اللي هيحميه طول عمره. وانك ادعي له دايما ان ربنا يحافظ عليه ويقوي شخصيته ويخليكي واثقة ان تعبك ده هيبني راجل سوي. والخطوات اللي تعمليها دلوقتي، روحي له وخدي حضن طويل قوي العدد الثواني اللي تقدري عليها، وقولي له انا اسفه على اي وقت انا زعلتك فيه، انت اغلى حاجه عندي وانا وانت فريق واحد دايما. انتي مش مجرد انتي واحده بتصنع حصن. وفي النهايه لازم تعرفي ان التربيه مش سباق، التربيه نفس طويل شويه. ابنك مش محتاج خارقه وما بتغلطش، هو محتاج حقيقيه لما تغلط ترجع تاني تصالحه، ولما تتعصب تهدى وتعتذر. لما بنتعلم ان احنا نبني جدار من الثقه، مفيش قوه في الارض هتقدر تخترقها. وخليكي دايما فاكره ان المستغل او الظروف والدنيا بيختاروا الطفل اللي صوته واطي، اللي بيخاف من اهله، اللي حاسس انه رخيص وغبي. لكن ابنك من النهارده صوته عالي بكلمة لأ، وظهره مسنود بحضنك، وجسمه غالي عليه لأنك قدرتيه. الشتيمة فاتت ولكن عملت خدش بسيط، لكن الحب اللي جاي هو ده اللي هيشفي. كل لأ بيقولها في البيت انت بتحترميها، دي بتدربه للأ تانية هينقذ بيها نفسه في يوم من الأيام وهو بعيد عن عينك. ودلوقتي غمضي عينك وخدي نفس عميق، وارمي ورا ظهرك كل ذنب انت حاسه بيه، وابتدي صفحة جديدة النهارده بابتسامة لأغلى راجل في حياتك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناة علشان تشوفي كل الفيديوز الجديدة اللي بنقدمها. اشوفك الفيديو الجاي على خير، باي باي.